السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، سيرفار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريزرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. النهاردة مشيئة الله الخطوة رقم 7 من خطوات بناء الموديل، وهي خطوة الروك فيزيكس. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طب انا كده فتحت الموديل بتاعنا اللي هو الارب موديل، وعلشان نكريت الداتا الخاصة بالروك فيزيكس هنروح على الفلويد بروبرتيز. شفنا في المرة اللي فاتت عملنا البي في تي، وكذلك عملنا الانيشال كونديشنز. هيبقى لنا بقى موضوع الريلاتيف برمابيلتي كيرفز، هتبقى موجودة هنا، والروك كومباكشن هنا. بالنسبة للريلاتيف برمابيلتي كيرفز نقف كده عليها، وهلاقيه هو عامل ريلاتيف برمابيلتي، واوريدي حاطط فاريانت او حاطط يعني كيرف اوريدي جاهز، فدوت كده باي ديفولت موجود في الموديل ديزاينر. ولكن علشان بقى احنا نكريت التيبل او الكيرفز بتاعتنا، هنيجي هنا في الايكون ديت، وهي الخاصة بالريلاتيف برمابيلتي ديزاينر، وهي مرتبطة او عاملة لينك برضو بالموديل ديزاينر. هنقف كده عليها، فتح معانا الار بي ديزاينر، قدامنا حاجة من اتنين. لو الداتا موجودة عندنا جاهزة هنعمل لها import، او اللي احنا ممكن نعمل correlation. طيب مجرد ما فتحنا الار بي ديزاينر هنلاقي فيه variant 1 اللي هو كان already variant 1 دوت اللي هو الكيرفز اللي جاهز هنا او باي ديفولت موجود في الموديل ديزاينر. طيب انا مش عايز دوت وعايز اكريت واحد، هنعمل دلوقتي بطريقه الكورليشن، وبعد كده هنعمل امبورت لكيرفز موجوده عندنا جاهزه. فهاجي في الفاريانت 1 ده انا مش عايزه، فهكليك عليه واشيله، هيقول لي لا ما ينفعش تشيله. ما ينفعش اشيله ليه؟ لان ما ينفعش يبقى الموديل موجود عندك من غير ار بي كيرفز، يعني لازم يبقى فيه موجود فيه، حتى لو اللي هو باي ديفولت اللي موجود في الموديل ديزاينر دوت. طيب اللي هنعمله دلوقتي اللي احنا هنكريت واحد كده بالكورليشن عشان نشوف بس الطريقه، وبعد كده الاساسي اللي هنشتغل بيه في الموديل دوت هو كيرف جاهز عندنا هنعمل له امبورت في الموديل ده. فعشان نكريت واحد جديد هقول له اد نيو، هسميه الاسم اللي انا عايزه، وبعد كده الموديل تايب، ومن هنا تقدر تختار الكورليشن بتاعتك اللي انت هتشتغل بيها. فيفضل لو انت داخل على يعني موديل ومش عارف في اي حاجه خالص ومفيش داتا موجوده عندهم، خد كل كورليشن وخليها ديفولت واشتغل على كده، هتعدل بكل سهوله بمشيئه الله وهتظبط معاك. هيبقى فيها uncertainty عاليه، بس ديت اسهل طريقه اللي انت تشتغل بيها لو اوريدي ما عندكش داتا. هنا بقى حاطط تايبس جاهزه، وطبعا الداتا بتختلف معاك وفقا للتايب بتاع الفورميشن اللي انت بتدخله، يعني طبعا الداتا بتاعت الاويل ويت غير الووتر ويت وهكذا. مثلا هنخليه زي ما قلنا كده ديفولت، ومجرد ما نقول له اوكي خلاص فاوريدي اتكريت هنا معانا. فتقدر تكليك عليه تشوف الجرافيتي بتاعته. ده بالنسبة للي اتعمل بالكورليشن. طب اللي احنا هنعمله في الموديل دوت اللي احنا هنعمل امبورت لار بي كيرفز جاهزة بره موجودة عندي. ودوت ليه؟ احنا في كورس البتريل اوريدي اشتغلنا على كورليشن، ولكن في كورس التي نافيجيتور فضلت اللي انا اكريت اساسا ار بي كيرف كده خارجية، بحيث اللي انا اعمل لها امبورت علشان لما نيجي للموديفيكيشن هنشوف المزايا اللي موجودة في التي ناف في الموديفيكيشنز اللي تقدر تعمله على الار بي كيرفز اللي موجودة عندك. فمش هنسبق النقطة دي، خلينا بس نشتغل اللي احنا نعمل امبورت للداتا اللي موجودة عندنا، ولما نيجي في الموديفيكيشنز نقدر نتكلم فيها بمشيئة الله. عشان نعمل امبورت للكيرفز اللي موجودة عندي هقف كده على الايكون ديت اللي هي الامبورت، واقول له امبورت properties from A1 A3 format. كبر كده دي شوية، سيلكت هنا، ودي الداتا بتاعت الموديل عندي وفيها ار بي كيرف. كليك عليها واقول له اوبن، وبعد كده هقول له اد. فكريت كده فولدر اسمه imported وجواها الار بي كيرف اللي اوريدي اتحملت عندي. فده شكل الكيرفز اللي موجودة عندي، دي الكابل بريشر ودي الجاز اويل.
اقفل كده ديت. ومجرد انا كده الفاريانت 1 اللي هو عامله باي ديفولت دوت في الموديل ديزاينر اقدر اشيله بقى دلوقتي، خلاص اوريدي انا موجود عندي داتا في الموديل. فهقدر اجي فاريانت 1 اقول له ريموف ات، تمام ريموف، وهيبقى عندي موضوع الكورليشن وموضوع الامبورت الداتا دي. بمجرد ما اقفل الار بي ديزاينر فهو اوريدي عمل لينك مع الموديل ديزاينر وخلى الداتا اللي انا حملتها ديت او الداتا اللي انا كريتها موجوده عندي. فهلاقي عندي 2 بروجكتس، واحد اللي هو خاص بالكورليشن والتاني اللي هو خاص بالداتا الامبورتد اللي انا دخلتها. موضوع الكورليشن دوت زي ما قلنا انا مش هستفيد بيه في حاجه فهشيله. عملت كليك يمين اقدر اشيله من هناك من الار بي ديزاينر بالطريقه اللي احنا شلنا بيها الفاريانت 1 اللي هو باي ديفولت دوت. ممكن كمان اقدر اشيله من الموديل ديزاينر بكليك يمين واقول له ريموف. يس تمام خلاص. خلي بس عندي هو الكيرف دوت اللي موجود ودوت اللي انا هشتغل. وزي ما قلت هنيجي في الموديفيكيشنز هنعرف ليه انا عملت امبورت الكيرف موجود خارجي ما اشتغلتش بالكورليشن. طيب هنيجي بقى بالروك كومباكشن. في الروك كومبرسيبيليتي هقف هنا وادخل بس الداتا دي ان البريشر برضه عندي 141. فده حضرتك تقدر بس تدخلها معايا بايدك كده، دي 9. فدي الداتا الخاصة بالروك كومباكشن. ده كده الموضوع كده بكل سهولة. موضوع الروك فيزيكس في التي نافيجيتور ان هو بيربطه زي ما شفنا، بيربط الريلاتيف بريميرتي كيرف بالار بي ديزاينر. اقدر ادخل في الار بي ديزاينر واعدل واكريت واشيل واعمل، ومجرد ما بقفل هو بيحملها على الموديل ديزاينر واقدر اشتغل بيها في الموديل بتاعي بمشيئة الله. كده الخطوة دي خلصت، وقابل حضراتكم على خير في الخطوة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.